النهاردة هنحكي قصة ولد ياباني فقير اسمه سوتشيرو هوندا. ازاي بدأ من الصفر ووصل انه ينافس اكبر ماركات العربيات في العالم، كمان يكون صاحب اكبر شركة لصناعة الموتوسيكلات. القصة دي بدأت في قرية صغيرة اسمها تينيرو شيزوكا سنة 1906. جيهي هوندا ومراته رحبوا بابنهم الأول سوتشيرو هوندا. الأب كان حداد في القرية، ظروفه المادية متواضعة. سوتشيرو كبر في ظروف معيشية صعبة جدا، وخسر 5 من إخواته بسبب مشاكل صحية وهو صغير. لما كان عنده 8 سنين وهو بيتمشى في المنطقة بتاعته، سمع صوت غريب شد انتباهه. فضل يجري ورا الصوت ده لحد ما شاف حاجة غريبة أول مرة يشوفها، حاجة ماشية على 4 عجلات، العربية. ودي كانت أول عربية يشوفها في حياته، كانت من شركة فورد وبالتحديد موديل تي. المنظر ده خلاه مندهش وقال: ما كنتش فاهم ازاي العربية دي بتتحرك لوحدها، ولما عدت من جنبي لقيتني بجري وراها بكل قوتي من غير ما افكر ليه. التجربة دي سابت أثر كبير في حياته وخلته يحب الماكينات، لحد ما بدأ يتعلم ازاي يشحم شفرات الماكينات الزراعية ويصلح الدراجات. كان تقريبا مهووس بكل حاجة فيها مواتير، بس في نفس الوقت ده خلاه بيكره المدرسة. بدل ما يروح يتعلم زي أي طفل، كان بيقضي معظم وقته في إنه يساعد أبوه في شغل تصليح الدراجات. كراهيته للمدرسة دي خلت درجاته وحشة، لحد ما لقى طريقة يزور فيها توقيع أبوه على تقارير درجاته باستخدام المطاط. طبعا باباه اكتشف الكلام ده وعاقبه بإنه يفضل راكع على ركبه يوم كامل بدون أي أكل. في سنة 1922 سوتشيرو شاف إعلان في مجلة عن شركة في طوكيو اسمها آرت شوكاي. الشركة دي بتصلح عربيات. قال في نفسه إن الشركة دي شهيرة وأكيد محتاجة عمال جدد. كتب جواب ليهم بيسأل عن شغل، ولحسن حظه في الوقت ده ردوا عليه برد إيجابي. وهو عنده 15 سنة ساب المدرسة وسافر من القرية لطوكيو عشان يقدر يحقق حلمه. لما وصل طوكيو اتفاجئ بسرعة الحياة بشكل كبير جدا، وإن الحياة هنا مختلفة تماما عن القرية اللي كان بيعيش فيها. صاحب الورشة كان مجهز له شغلانة، بس المفاجأة إن الشغلانة دي كانت إنه يراعي ابن صاحب الورشة. سوتشيرو كان متضايق جدا لأنه كان فاكر إنه هيشتغل على العربيات، مش هيكون مربية أطفال. شهور هو مش بياخد فلوس كفاية، وكل اللي بيعمله إنه يلف بالطفل على ظهره. بس اللي خلاه يتحمل الكلام ده هو إنه كان هيخجل لو رجع القرية بتاعته فاشل ووشه في الأرض قدام أهله. بعد فترة صاحب الورشة ما قدرش يستوعب كمية الشغل الكبيرة، فقرر يدي سوتشيرو فرصة. خلاه يبتدي بمهام بسيطة جدا، بس مع الوقت سوتشيرو طلع ولد موهوب جدا وشاطر لحد ما أصبح ميكانيكي موثوق فيه. صاحب الورشة لاحظ الموهبة بتاعته وقرر ياخده تحت جناحه ويعلمه مش بس تصليح العربيات، لأ ده كمان علمه إدارة البيزنس ده. في الوقت ده العربيات ما كانتش منتشرة زي دلوقتي، كانت تعتبر رفاهية للناس الأغنياء فقط يعني. سوتشيرو اتعلم على كل أنواع العربيات دي، من أهمهم طبعا المرسيدس وحتى الموتوسيكلات. بعدين سوتشيرو دخل عالم سباقات العربيات. السباقات دي كانت بدأت تكون مشهورة جدا في أوروبا وأمريكا وحتى كمان في اليابان. صاحب الورشة نفسه بدأ يصنع عربيات سباق، وسوتشيرو كان جزء من الفريق ده. أول موديل عملوه كان عبارة عن آرت دايملر بمحرك عربية دايملر مستعمل، والتاني كان الكورتيس بمحرك من طيارة أمريكية مستعملة. العربية دي فازت وقتها في بطولة اليابان للسيارات سنة 1936، وسوتشيرو كان المهندس المرافق للسواق. التجربة دي كانت بالنسبة له بداية شغفه الكبير جدا بالسباقات. في سنة 1937 حاولوا يجندوه للجيش، بس ما نجحش في الفحص الطبي عشان اكتشفوا انه عنده عمى الالوان، فتعافى من الخدمة تماما وفضل يشتغل في شركة ارت شوكاي. لحد ما جت سنة 1938 صاحب الورشة قرر انه يوسع البيزنس بتاعه في مدينة جديدة اسمها هاماماتسو، واختار سوتشيرو اللي كان عنده وقتها 31 سنة انه يدير الفرع ده. في الأول طبعا الفرع كان بيعاني عشان الناس ما كانوش بيثقوا في واحد لسه شاب حديث السن وجديد في السوق يصلح العربيات بتاعتهم. بس سوتشيرو استخدم كل خبراته، ومع الوقت نجح انه ينمي البيزنس ده لحد ما الفرع اصبح فيه 50 موظف، واضطر بعد كده يجيب مراته تساعده في إدارة الشركة.
الغريب بقى إن سوتشيرو ما كانش بس ميكانيكي شاطر، لأ كمان كان سواق سباقات موهوب جدا، وفي سنة 1936 سجل بيها رقم قياسي للسرعة في اليابان. وصل وقتها ل 120 كيلومتر في الساعة، واستمر الرقم ده لمدة 20 سنة. طبعا الرقم ده وقتها كان رقم كبير جدا، بس السباقات في الوقت ده كانت خطيرة جدا. وفي يونيو سنة 1936 سوتشيرو اتعرض لحادثة كبيرة وبشعة جدا وهو بيسابق. حصل له كسر في دراعه وكتفه اتخلع ووشه كله اتجرح، وقضى شهور في المستشفى. بس بعدها ب4 شهور فقط رجع يسابق تاني. ده اللي خلى أهله كانوا زعلانين جدا منه، وكانوا عايزين إن هو يبطل يرجع للسباقات دي تاني. وبعد نقاشات كتير مع مراته وأبوه قرر إنه ما يسابقش تاني. لحد سنة 1940 سوتشيرو خلاص زهق من شغل التصليح وبدأ يفكر يصنع قطع غيار عربيات. اقترح يحول الفرع اللي هو ماسكه لشركة مستقلة لتصنيع الأجزاء، بس المساهمين رفضوا عشان كانوا شايفين ان الورشة كده كده بتجيب فلوس كفاية. فقرر ان هو يسيب الشغل ده لتلاميذه ويفتح شركته الخاصة. أسس شركة اسمها توكاي سيكي للصناعات الثقيلة، وخلى واحد من أصحابه اللي هو اسمه شيشيرو كاتو رئيس الشركة. سوتشيرو كاتو اشتغلوا زي المجانين بالظبط على المشروع الجديد، وبدأوا مركز أبحاث لبساتم السيارات. سوتشيرو كان بيشتغل في الورشة النهار وبيطور البساتم بالليل. قضى سنين يكافح من غير ما يوصل لأي نتيجة، ومن كتر الشغل خسر وزن كبير جدا من جسمه ووشه بقى أشبه بالهيكل العظمي. الإجهاد ده خلاه يقرر يدخل معهد هاماماتسو الصناعي كطالب جزئي عشان يتعلم أكتر عن المعادن. سنة 1941 نجح إنه يصنع بستم شغال. ساعتها ساب شغله بالكامل في أرت شوكاي وسلم الفرع لتلاميذه، وبدأ يشتغل بدوام كامل في شركته الجديدة. بدأ ينتج بساتم يوم ورا يوم، بس كانت لسه فيها عيوب. لما تويوتا طلبت منه بساتم قدم 50 بستم، و3 بس منهم اللي نجحوا في اختبارات الجودة. دي كانت بالنسبة له انتكاسة كبيرة جدا، بس سوتشيرو ما استسلمش. قضى سنين يسافر حوالين اليابان يزور شركات الصلب والجامعات عشان يزود خبرته في تصنيع البساتم. وبعد ما اكتسب ثقة في نفسه قرر انه يجرب من تاني تصنيع البساتم. المرة دي كانت النتيجة مبهرة. مش بس البساتم الجديدة بتاعت سوتشيرو نجحت في اختبارات الجودة، لا كمان الطلبات بدأت تيجي من كل حتة في اليابان. الشركة عشان تستوعب الطلبات دي اضطرت لتوظيف حوالي 2000 موظف جديد. لحد سنة 1941 اليابان دخلت في حرب المحيط الهادي. شركة سوتشيرو الجديدة وقعت تحت سيطرة وزارة الذخائر. في السنة اللي بعدها نجحت تويوتا إنها تستولي على 40% من أسهم الشركة، وسوتشيرو وقتها اتخفض من رئيس الشركة لمدير تنفيذي كبير. الحاجات بدأت تروح من سيء لأسوأ عشان كتير من الموظفين الرجالة استقالوا لأنهم تجندوا في الجيش. الشركة بدأت تعاني، وسوتشيرو عمل كل اللي يقدر عليه عشان يحافظ على الشركة، بس ما كانش مستعد للي جاي. سنة 1944 صافرات الإنذار من الغارات الجوية بدأت تزيد في اليابان، وكان واضح إن البلد رايحة ناحية الهزيمة. هاماماتسو كانت في خطر كبير، ومصنع سوتشيرو اتضرب بقنبلة مباشرة دمرت المكان بالكامل. بعد الحرب سوتشيرو قرر يبيع اللي فاضل من شركته لتويوتا ب 450 ألف ين ياباني وقتها، وأعلن للكل إنه هياخد أجازة عشان يفكر هيعمل إيه في المستقبل، وخصوصا إن اليابان كانت مدمرة. البلد مرت بانهيار اقتصادي هدد حياة الناس. كان في نقص في الأكل واللبس والسكن والموارد. سوتشيرو ما كانش يلاقي حتى بنزين عشان يسوق عربيته يجيب أكل لعيلته، لحد ما في يوم من الأيام سوتشيرو وجد محرك مولد كان بتاع الجيش الياباني. كانوا بيستخدموه في الحرب عشان يشغلوا الراديو اللاسلكي. المحرك ده جذب انتباه سوتشيرو بشكل كبير، ولما فهم هو بيشتغل ازاي جات له فكرة عبقرية. ايه اللي هيحصل لو ركب المحرك ده على دراجة؟ الموضوع ما كانش جديد، لان فكرة تركيب محرك على دراجة كانت موجودة في اوروبا، وكم واحدة من الدراجات دي وصلت اليابان. بس سوتشيرو عرف ان البلد وقتها بعد الظروف اللي تعرضت ليها محتاجة وسيلة مواصلات رخيصة. ففي سنة 1946 استعمل مخزنه القديم وأسس معهد هوندا للأبحاث التقنية عشان يلاقي طريقة يصنع بيها الموتوسيكلات. وهو و20 راجل كمان معاه
نفذوا الفكرة ونجحوا ان هم يعملوا موتوسيكلات باستخدام محركات وجدوها مع قطع غيار تانية. الموتوسيكلات دي لقت نجاح فوري والطلبات بدأت تيجي من كل حتة في البلد. طبعا سوتشيرو بدأ يخلص كل المحركات المستعملة اللي معاه بسرعة، فقرر انه يصمم محرك من عنده. في سنة 1947 خلص محرك جديد وأول مرة اسم هوندا اتكتب على ماكينة. وفي سنة 1948 أسس شركة هوندا بهدف انه يصنع موتوسيكلات تساعد العمال اليابانيين ان هم يتحركوا. المشكلة كانت انه محتاج فلوس اكتر عشان يكبر الانتاج بتاعه. كتب جواب مفتوح لحوالي 18,000 محل دراجات في اليابان بيقول لهم انه وجد حل عشان يرجع اليابان للحركة من تاني. من ال 18,000 3000 بس ردوا عليه رد ايجابي وادوله الفلوس اللي كان محتاجها. وسنة بعد كده الشركة طلعت اول موتوسيكل كامل اسمه الموديل دي. رغم ان الموديل ده كان انجاز كبير وقتها، بس كان تقيل وكبير، قليل بس اللي اشتروه. وسوتشيرو ما كانش راضي عنه، فقرر انه يفكك الموتوسيكل ويشتغل ساعات طويلة عشان يعمل واحد اصغر واخف. بعد 3 سنين من التجربة والخطأ نجح يعمل أول موتوسيكل جديد اسمه سوبر كاب. السوبر كاب وجد نجاح فوري وأصبح ناجح جدا لدرجة إنه كسب جايزة الإمبراطور. هوندا اتحد مع مستثمر اسمه تاكيو فوجيساوا اللي ساعد بالفلوس والاستراتيجيات المالية والتسويقية. الشراكة دي كانت الأساس اللي اتبنت عليه شركة هوندا اللي بنشوفها النهاردة. السوبر كاب وصل أمريكا سنة 1959 بسعر $250 فقط، يعني تقريبا ربع سعر الموتوسيكلات الأمريكية وقتها. وبفضل التسويق وهندسة الشركة أصبح الأكثر مبيعا في أمريكا في الوقت ده. بعد كده سوتشيرو وسع براند الموتوسيكلات بتاعه لعالم السباقات. السباقات في الوقت ده كانت أكتر من رياضة، كانت منصة كبيرة للشركات عشان تعرض عربياتها وموتوسيكلاتها للعالم. سافر حوالين العالم يتفرج على كل السباقات، يدرس الموتوسيكلات بتاعت منافسيه، وكل ما منافس يحط معيار جديد سوتشيرو كان بياخد المعلومة دي ويحاول ان هو يطورها ويتخطاها. الروح دي هي اللي خلت موتوسيكلات هوندا من بداية وحشة في أول سباق دولي سنة 1959 لحد ما كسبوا جايزة فريق الصانع في سباق جزيرة مان تيتي، أكبر سباق موتوسيكلات في العالم سنة 1961. وبعد سنتين بس فازوا تاني في نفس السباق، ونجاحهم في السباقات دي خلت اسم هوندا يلمع بشكل كبير. في الستينات هوندا بقت أكبر شركة موتوسيكلات في العالم، وبعد إطلاق هوندا دريم سنة 1963 وصلوا لإنتاج حوالي 5 مليون موتوسيكل بحلول سنة 1968. طبعا ده رقم كبير جدا وقتها، بس كده ما كانش كفاية بالنسبة لسوتشيرو. كان عنده حلم تاني من هو عنده 8 سنين انه يدخل صناعة العربيات. لما اعلن انه هيدخل سوق العربيات ناس كتير حذروه ان دي مخاطرة كبيرة جدا وان الاحسن يفضل في الموتوسيكلات. وفي الوقت ده اليابان كان فيها نيسان وتويوتا وشركات تانية بتتنافس في سوق العربيات الصعب ده، ومسؤولين يابانيين كتير حاولوا يقنعوه ان البلد مش محتاجة بأي شكل شركات عربيات جديد، بس سوتشيرو ما سمعش كلامهم. هوندا أطلقت أول عربية سنة 1963 وكان اسمها تي 360، عبارة عن شاحنة صغيرة موثوقة، بس للأسف ما وجدتش نجاح كبير. بعدها أطلقوا أول عربية رياضية اس 500، عربية مكشوفة بمحرك رباعي السرعات بتوصل لسرعة 80 ميل في الساعة. كانت صغيرة بس سلسة وسهلة في السواقة، لكن ما تباعش منها غير حوالي 1300 عربية بس، فأصبحت من أندر عربيات هوندا. زي ما عمل مع الموتوسيكلات دخل عالم السباقات بتاعة العربيات في الوقت ده. رغم النجاح ده في السباقات هوندا ما كانتش حتى قريبة بأي شكل من الأشكال من منافسينها في سوق العربيات، فقرروا ياخدوا استراحة من السباقات ويركزوا على بناء عربية ناجحة وهي هوندا سيفيك. هوندا أطلقت السيفيك سنة 1972، وفي السنين اللي بعدها أصبحت من أشهر العربيات في العالم. جزء من نجاحها خصوصا في أوروبا وأمريكا كان بسبب أزمة البترول في السبعينات. في الوقت ده الناس كانت محتاجة عربيات موفرة للوقود. هوندا طورت تقنية جديدة لإدارة الوقود اسمها الاحتراق الدوامي المركب، اللي خلت العربيات تسافر لمسافات أطول بكتير بوقود أقل من اللي كانت بتستهلكه العربيات لنفس المسافة دي. السيفيك كمان ساعدت في حل مشكلة التلوث من العادم بإضافة محول حفاز،
ودي حاجة ما كانتش شايفاها الشركات الكبيرة وقتها. سوتشيرو هوندا تقاعد من الشركة سنة 1973 وتوفى في 5 أغسطس سنة 1991. هوندا دلوقتي توسعت لصناعات كتيرة زي الطيارات ومحركات القوارب ومعدات الطاقة والروبوتات. لو وصلت لحد هنا فأنا بشكرك شكرا جزيلا إنك اتفرجت على القصة العظيمة دي. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة، وإن شاء الله أشوفك في اللي جاي. ولو عندك أي اقتراح أو أي تعليق ياريت تسيب لنا في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.